اتعرفنا الحلقة اللي فاتت على باروخ زكي مزراحي، مصري الجنسية يهودي الديانة. كان عايش في مصر وهاجر على إسرائيل في نهاية الخمسينات، وهناك اشتغل كذا شغلانة لحد ما اشتغل في الموساد وبقى واحد من أهم ضباطه. وفي يوم بعتوه اليمن في مهمة منتحل شخصية تاجر مغربي علشان يصور ميناء الحديدة. وبعد القبض عليه من الحكومة اليمنية واستدعاء الحكومة المصرية للتحقيق معاه هناك في اليمن، أدركت مصر إن إسرائيل بتدور على حاجة عند باب المندب. ومن هنا قررت مصر تهريب باروخ من اليمن لمصر عن طريق غواصة رقم 612 في عملية اتسمت باسم عملية القرش. هل إسرائيل هتوصل لباروخ قبل تهريبه ولا هتنجح عملية القرش؟ لكن السؤال الأهم، إيه اللي كانت بتدور عليه إسرائيل عند باب المندب؟ وإيه هتكون تفاصيل رحلة تهريبه من اليمن لمصر؟ أهلا بك عزيزي المشاهد في واحدة من أهم جولات المخابرات العامة المصرية مع جهاز الموساد. في البداية عايز أعتذر لحضراتكم عن خطأ غير مقصود حصل في حلقة الجزء الأول، وهو إننا حطينا علم تركيا بدل علم المغرب عن طريق الخطأ. تحياتنا لأهل المغرب. ندخل في موضوعنا. بعد ما الفهد استلم باروخ واعتمد وثيقة استلامه وراح بيه على السيف هاوس في باب اليمن لحد ما توصل له التعليمات الجديدة. خلي بالك إن باروخ لحد دلوقتي ما يعرفش إن تم تسليمه للحكومة المصرية عن طريق الفهد، بل بالعكس، ده الفهد فهمه إنه مطلوب للإعدام من الحكومة اليمنية وإن هو ما زال بيحاول يساعده. المهم شوية واتفاجئ الفهد إن الباب بيخبط، ولما راح علشان يفتح الباب اتفاجئ إن الضابط اللي اسمه الكودي السنجاب في وشه. وبعد سلامات وترحاب قعدوا الضباط الثلاثة قدام بعض، فرفع السنجاب عينه للفهد وقال له مارجريت في مستشفى إخليوف، وسكت. مارجريت دي اللي باروخ اتجوزها بعد مراته الأولى اللي خانته في إسرائيل، فاكرها؟ هي دي. المهم باروخ بص بخوف للسنجاب وقال له مالها مارجريت؟ قال له مارجريت كانت بتعمل شويه تحاليل في المستشفى وهي دلوقتي بصحه كويسه، اطمن. وراح مقرب منه وبنبره هاديه قال له عيلتك كانت قلقانه عليك بس الموساد كلمهم وطمنهم. وراح مرجع ظهره لورا وبص للفهد وقال له احنا لازم نخرج من هنا. راح باروخ داخل في الكلام وقال لهم ايوه بس هم اكيد معينين حراسه علينا. فرد الفهد عليه وقال له معينين 3 عساكر وصف ظابط، بيوقف واحد منهم بالتناوب كل ساعتين. فبص السنجاب للفهد وابتسم لانه كان عارف ان مفيش حراسه بره ولا حاجه. طب هو ليه قال له كده؟ هقول لك. باروخ فاهم كل ده انه مطلوب للاعدام من الحكومه اليمنيه، وفهم ان المصريين ناويين يهربوا بيه لمصر، ولانه متاكد ان المصريين اخر همهم انهم يعدموه فمسك في الفرصه وبقى اول واحد مشترك بقلب في عمليه الهروب. المهم قام السنجاب وخد الفهد على جنب وبدا يشرح له تفاصيل خطه الهروب، وقال له ان في عربيه بره في انتظارنا هناخدها ونروح بيها على المينا، وهناك هنلاقي لانش في انتظارنا هناخده وندخل بيه عمق معين في البحر الاحمر، وهناك هنلاقي غواصه من البحريه المصريه في انتظارنا هتاخدنا وتنقلنا لميناء الغردقه في مصر. لكن الفهد وهو بيسمع الخطه كان قلقان من المسافه اللي هيقطعوها من السيف هاوس اللي قاعدين فيه لحد ميناء الحديدة، لانه كان عارف ان اسرائيل بتدور على باروخ في كل شبر. لكن السنجاب كان عنده خطه التمويه اللي هتامن وصولهم. فاكر المقاتله البحريه اللي كانت اتحركت من القاهره وراحت على ميناء الحديدة والقائد قال ان فيها عطل وانهم هيحتموا في المينا لحد ما يصلحوها؟ فاكرها؟ جه وقتها علشان تتحرك، ولان السنجاب كان معتمد على حاجتين في خطه الخداع. الاولى انها تتحرك المقاتله البحريه المصريه من ميناء الحديدة متجهه على مصر بشكل يلفت الانتباه علشان تشك اسرائيل ان باروخ موجود فيها، والحاجه الثانيه تذيع القاهره خبر وصول باروخ ليها تاني يوم. وكل ده لازم يحصل قبل وصول الغواصه بيوم عشان يلهوا اسرائيل. وبعد ما خلصوا كلام في تفاصيل الخطه خد السنجاب كام خطوه وراح مقرب من باروخ وقال له كنت بتدور على ايه عند باب المندب؟ فرفع باروخ عينه للسنجاب وسكت وقال له كنت بدور اذا كان في اي تحركات للبحريه المصريه في الممر الملاحي ولا لا. فرد عليه السنجاب وقال له طب احنا هنعمل ايه هنا خصوصا ان احنا ملناش اي موانئ في المنطقه؟ قال له هقول لك، الممر عرضه ما يزيدش عن 9 كيلو، وده معناه ان مدمره مصريه واحده تقدر تمنع المرور في المجرى في الاتجاهين. فرد عليه السنجاب وقال له حتى لو اللي انت بتقوله ده صح فده معناه ان المدمره هتكون هدف سهل لاي حد، ده غير انه هيحصل مشاكل مع العالم كله لان الدول مش هتسمح بقفل الممر الملاحي. فقال له باروخ معاك حق، لكن لو تم حراسه الممر من طرفه الجنوبي او الشمالي مع
شوية ألغام بحرية في المجرى، فده معناه إن مصر هتكون متحكمة في مرور السفن الإسرائيلية بس، فكان لازم نتأكد إذا كانت مصر عندها النية في ده ولا لأ. في الوقت ده كانت الغواصة رقم 612 على مسافة 200 كيلو من خليج عدن، ولأنها خلاص على مشارف الوصول فاتحركت المقاتلة البحرية من ميناء الحديدة متجهة على مصر. وتاني يوم نزلت جريدة الأهرام خبر بوصول جاسوس إسرائيلي أرض مصر، وفي نفس اليوم وصل الدبلوماسي المصري السيف هاوس وبلغ الضباط المصريين إنهم يتحركوا بالليل على ميناء الحديدة علشان يقابلوا الغواصة. بالراحة كده علشان ما تتوهش مني، كوباية الشاي الجميلة بتاعتك وتعالى كمل لك بالراحة. وفي بداية الليل خد السنجاب والفهد باروخ ونزلوا يتسحبوا، قال يعني بيهربوا علشان يحافظوا على خداع باروخ. المهم ركبوا العربية وطلعوا بيها على ميناء الحديدة، نزلوا في نقطة محددة وخدوا اللانش اللي كان في انتظارهم ودخلوا بيه البحر بعمق حوالي 8 كيلو علشان يقابلوا الغواصة. لكن لما وصلوا ما لقوش الغواصة وصلت، فاستنوا شوية، والشوية بقت ساعة، والساعة بقت 2 وبرضه الغواصة ما جاتش. فبدأوا يسألوا هو ايه اللي حصل؟ هي إسرائيل اكتشفت المهمة ولا الغواصة ضلت الطريق مثلا؟ هقول لك. يوم 26 يوليو وصلت معلومة للمخابرات العامة المصرية، وكان التقرير بيقول إن القوات الجوية الإسرائيلية نقلت لمطار إيلات سرايا من الطيارات المضادة للغواصات. ده غير إنهم رصدوا في نفس اليوم 6 طيارين إسرائيليين وصلوا أديس أبابا، وده معناه إن مهمة الغواصة اتكشفت بنسبة كبيرة. فبعتوا رسالة للغواصة وقالوا لها كملي في طريقك والغي المهمة. ولما ما وصلتش الغواصة النقطة المتفق عليها خدوا الضباط باروخ ورجعوا تاني على السيف هاوس. لكن وهم راجعين في الطريق حصلت حاجة غريبة ما كانتش متوقعة. فجأة وبدون سابق انذار اتلفت السنجاب، لقى باروخ في شبه غيبوبة، ولما شدوا علشان يحاول يفوقوا لقى باروخ انتحر وقطع شرايين ايده. فوقفوا بسرعة وحاولوا يوقفوا النزيف ويفوقوه، ونجحوا انهم ينقذوه وركبوا عربيتهم تاني وكملوا طريقهم. لكن بعد شوية حصلت حاجة تانية أغرب من الأولى. وهما ماشيين على الطريق قابلوا لجنة. حضرتك هتقول لي وايه المشكلة يعني؟ هقول لحضرتك تعالى اقول لك المشكلة كانت فين. واحد من افراد الكمين قرب على السنجاب وخد منه الباسبورات، وبعد ما بص فيهم نده على السنجاب واداله باسبوره، وراح نده على الفهد هو كمان واداله باسبوره، وبعدين نده على موسى زكي سلامة علشان يديله باسبوره، لكن موسى ما ردش. وده كان اسم باروخ في الباسبور المصري اللي عملته الحكومة المصرية وسلمه له السنجاب وهم في السيف هاوس. ولما باروخ ما ردش عليه قرب منه وقال له هو انت مش سامعني وانا بنده عليك ولا ايه؟ وفي لحظة من الخوف الغير مبرر قال له باروخ أنا مش موسى زكي، الباسبور ده مش بتاعي. لكن وهو بيكلمه الضابط لاحظ إن قميصه غرقان دم مكان النزيف اللي كان بينزفه في محاولة انتحاره، فقبضوا على ال3 وحطوهم في أوضة كده تبع الكمين. وفي نفس اللحظة اللي كان بيتقبض عليهم فيها دخل السفارة المصرية في فرنسا محامي فرنسي اسمه جاك ميرسي. مساء الخير يا جماعة، أنا إسرائيل بعتنا تفاوض عن الراجل اللي انتوا ماسكينه عندكم. طب وانت ايه علاقتك يا فرنسا بالحكاية؟ رد جاك ميرسي وقال لهم أصل احنا لينا 4 بنات في السجون الإسرائيلية عندهم، وإسرائيل عرضت علينا إنها هتفرج عن ال4 بنات في حالة إن أنا قدرت أقنعكم إنكم تسلموهم الضابط بتاعهم. وده معناه عزيزي المشاهد إن إسرائيل ما كانتش تعرف مكان باروخ فين لحد دلوقتي، علشان كده مصر مسكت في الموضوع وفضلت تتفاوض معاهم عشان تكسب وقت لحد ما تشوف هتنقله ولا هتعمل معاه ايه. المهم نرجع للضباط المصريين اللي كانوا ممسوكين في الكمين. الكمين بلغ انه مسك 3 مشتبه فيهم، 2 منهم مصريين وواحد مجهول الهوية. وبعد كام ساعة وصل للكمين تقرير بالافراج عن المتهمين، والتقرير كان جاي من رئيس الاركان شخصيا. فالرجالة خدوا باروخ وطلعوا بيه على السيف هاوس، وهناك بدأوا يفكروا في خطة بديلة عشان ينقلوا بيها مصر، لحد ما جات لهم الأوامر إنهم ينقلوا باروخ جوي. الله، هو أنتوا يا جماعة مش قلتوا إن السلاح الجوي المصري ما عندوش القدرة إن هو يأمن باروخ جويا؟ إيه اللي حصل؟ قال لك لا، أصل إحنا مش هننقله بطيارة مصرية. امال هتنقلوه بايه؟ هقول لك. الاوامر جات لهم ان بالتنسيق مع دوله صديقه وتكون قريبه من المينا، الفهد هيروح هناك ويستلم منهم طياره وينقلوا بيها باروخ. طب يا جماعه حتى لو ده حصل، ازاي هنقدر نخترق المجال الجوي اليمني بطياره تابعه لدوله غريبه؟ وبعد تفكير كتير قال السنجاب للفهد الشخص الوحيد اللي يقدر يساعدنا في الموضوع ده هو نفس الشخص اللي قدر يفرج عننا. قال له هو انت تقصد رئيس الاركان؟ قال له بالظبط كده. الفهد ما كدبش خبر وطلع على رئيس الاركان يشرح له الموقف وياخد منه موافقه بان طياره من دوله تانية تدخل المجال الجوي اليمني وينقلوا بيها باروخ. فرئيس الاركان وافق لكن بشرطين. الشرط الاول ان الطياره اللي هتيجي تكون مدهونه باللون الاسود
ومفيش عليها أي إعلام تنتمي لأي دولة. والشرط التاني إنها تدخل من مسار معين إحنا هنحدده وتنزل في نقطة محددة في الصحراء. فالسنجاب قال له بسيطة، تمام يا فندم. وبدأوا التنسيق مع الدولة الصديقة، وهم مش بس اختاروا نوع الطيارة ومستواها، لا ده كمان طلبوا 2 طيارين يكونوا على الطيارة ويقوموا بالعملية. ويوم 5 أغسطس، وده اليوم اللي قبل الأخير لتنفيذ العملية الأخيرة لنقل باروخ، قفلت مصر مطار القاهرة 6 ساعات، وده علشان توهم إسرائيل إن في حدث كبير بيحصل. خد السنجاب باروخ وطلع بيه على المكان اللي قالت عليه الحكومة اليابانية، وبعد شوية وصل الفهد بالطيارة وعليها 2 طيارين من الدولة التابعة للطيارة اللي جت منها، وركبوا كلهم الطيارة وتوكلوا على الله. وبالتنسيق مع الحكومة المصرية دخلت الطيارة المجال الجوي المصري ووصلت مطار ألماظة الحربي، وهناك تم تسليم باروخ بعد رحلة طويلة من التعب، وحطوه في مبنى كامل لوحده ودار معاه تحقيق جديد خدوا من باروخ كل المعلومات اللي كان ممكن يمتلكها. وسنة 74 وبعد ما حرب أكتوبر خلصت بسنة، إسرائيل قالت لمصر يا جماعة ما تدونا الراجل بتاعنا. مصر قالت لها مفيش مشكلة، احنا لينا عندكم 65 واحد، اديهم لينا قدامه. وقد كان مصر بدلت باروخ زكي مصراحي ب 65 عربي كان مسجون هناك، اغلبهم كان من سينا وغزة، وكان من بينهم 2 عرب كانوا مسجونين بتهمة التجسس لصالح مصر، وهم توفيق فياض بطاح واللي كان محكوم عليه بالسجن 8 سنين، وعابد كرمان اللي كان محكوم عليه بالسجن 16 سنة. وكمل باروخ مزراحي بقية حياته في إسرائيل وتوفى في 2005، وانتهت واحدة من أهم جولات جهاز المخابرات العامة المصرية مع جهاز الموساد. وفي كل سطر حكاية مستخبية. لو عجبتك الحلقة دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا على وقتك.